الخيار بصوا مقرمش برضو، في نفس القرمشه، وبرضو بسبب معلقه السكر دي. امشي على الطريقه مظبوطه هتاكلي احلى زيتون مخلل، احلى خيار مخلل، احلى ليمون معصفر ان شاء الله. في الفيديو الجاي هعمل معاكم الليمون المعصفر السريع. شايفين الزيتون قاعد عندي من السنه اللي فاتت، هو والخيار والليمون زي ما هو. اعملي بالطريقه بتاعتي دي هتاكلي احلى زيتون، هيقعد معاكي من السنه للسنه ان شاء الله. في البدايه هنصلي على الرسول، وقبل الشغل ظبط الشغل. انا عندي ليمون قطعته مكعبات كده عشان اضربه في الخلاط بدل ما اقعد كل شويه اعصر. واخدين بالكم؟ هي نفس النتيجه، وبعمله كده كل سنه. وقبليها بكون غاليه حله ميه، ولما تبرد خالص ببتدي اشتغل بيها. هضرب الليمون في الخلاط او في الكبه زي ما انت حابه، بس انا الخلاط عندي بايظ فضربته في الكبه، فعشان كده ما طحنش قوي يعني. تمام. حطيت على كميه الليمون اللي انا هضربها دي كيس ملح. هنبتدي نشتغل بقى. هنا الصوت كان واطي فقلت اسجل لكم بقى بالمره. انا جايبه 4 كيلو زيتون، نقيت منهم كام حبايه تخينه كده، قلت اعملهم زيتون مفتخ. هفضي الكميه كلها، في البول. وعندي كيلو فلفل، انا هعمل على الكميه دي كلها كيلو فلفل، بس انا جايبه كيلو زيتون اللي هو كلاماتا، فهبتدي اقسم الكميه يعني. وجايبه كيلو جزر كمان بشراه. فانا عملت كل حاجه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. فهحط برده كميه يعني متوازيه كده، بتاع نص الكميه على ال3 كيلو ونص بقى، لان انا شايله نص كيلو زيتون من اللي هو هعمله مفدغ يعني. حطيت كرفس. بص اهم حاجه في الزيتون الكرفس، الزيتون يعني كرفس هو اللي هيديك الطعم والشمخه الحلوه بتاعته. كام فص ثوم بقى قطعيهم. بصي الزيتون يعني كرفس، يعني كام فص ثوم طول هيديكوا طعم وشمخه كده للزيتون، حاجه تانية خالص. امشي على الطريقه دي هتاكلي احلى زيتون، بيقعد معايا من السنه للسنه. حطيت بتاع معلقه ونص كده من حبه البركه، وحط شويه من العصفر، ويعني بتاع معلقتين كبار كده يعني ماشي. واحط كمان كيس ملح على الكميه دي، رغم ان انا حاطه كيس ملح قبل كده في الميه اللي انا ضربتها، بدل ما اعصر ليمون على ايدي واوجع ايديا. الطريقه دي حلوه جدا. والليمون اللي هو متقطع في الكب دون بيتغمس وبيتاكل عادي، مفيش حاجه عندنا بتترمي. على الكميه دي حطيت 3 معالق سكر كبار. السكر بيدي قرمشه للزيتون لاخر حبايه، وبيحافظ عليه كمان. احلى حاجه معلقه السكر دي ضروريه جدا، على كل كيلو هتحطي معلقه سكر. تمام. ونبتدي نعبي البرطمانات بقى. عبي بقى واكبسي كده عشان مش عايزه فيه هوا خالص. تمام. صباعي جات له اصابه كده، فرحت لبست الكلابس دون عشان الملح والشطه كده لهلبوني بصراحه. احط بقى الليمون اللي انا ضربته في الخلاط بالتفل بتاعه، التفل اللي فوق دون بيحافظ على الليمون من فوق. وكمان هتاكليه هتغمس وهيتاكل عادي حلو جدا، بدل ما اقعد اعصر وايديا توجعني والشغلانه دي. انا ماشيه على الطريقه دي بقى لسنين السنين، بناكل احلى زيتون. عملت الكميه دي كلها بسم الله ما شاء الله. وهقفلها بقى، بحط من الميه اللي انا غلياها. تمام. هحط بقى بتاع نص كوبايه زيت على كل برطمان كده عشان يحافظ عليه. وتمام كده خلصنا البرطمانات بتاعتنا. اقفلي عليها بقى، في رمضان ان شاء الله هتاكلي احلى زيتون ان شاء الله. الزيتون اللي هو المفتح والكرامات نفس نظام الزيتون اللي انا عملته دوت. حطيت الكرفس والفلفل والثوم والملح والسكر والجزر والفلفل كله حطيته، هلخبطه مع بعض وهعبيه في البرطمانات. وده نفس النظام برضو، نفس الطريقه اللي عملتها هنا هي هنا، بس هفضيهم ولسه هغليلهم ميه بقى واستنى لما تبرد واعبيهم. دلوقتي هعبي معاكم البرطمانات وارجع لكم تاني ان شاء الله لما الميه تغلي وتبرد. الزيتون القنوات ده برضو بيقعد معاكي للسنه للسنه زيه زي الزيتون دوت. انا هو الراجل اللي قال لي كده، انا اول مره استعمله بصراحه، اول مره اعمله، هجربه واقول لكم عليه كان حلو ولا لا. لكن المفدغ دوت ان شاء الله كمان شهر هناكل منه، او 15 يوم كمان، 15 يوم تاكلي منه على طول. هخلص بس واعبي البرطمانات واسخن ميه، واول ما تبرد هعبيها وارجع لكم تاني. برضو قطعت الليمون وعملته زي ما عملت في البرطمانات الاولانيه، بدل ما تاكلي شويه تعصري وايديك توجعك، لا بالميه المغليه وشويه الليمون اللي انت قطعتيه. عملنا مع بعض الزيتون. شفتوا الطريقه بتاعتي اللي انا بعملها، بس بصراحه نسيت احط ورق لورا. انا بحط ورق لورا على طول، نسيت احطها ومش هفتح تاني بيني وبينكم واحطها يعني. فممكن افتح بس انا مكسله بيني وبينكم. فحطيت السكر وحطيت الثوم وحطيت
الكرفس الحاجات دي بتدي طعم حلو جدا للزيتون. ومعلقتين السكر اللي بنحطها دي الكيلو عليه معلقه سكر كبيره، بتخلي الزيتون معاكي. انا هوريكي الزيتون معايا من السنه اللي فاتت، دلوقتي هوريه لكم حالا، شوفوه عامل ازاي. عايزه اوريكي الزيتون ده عندي من السنه اللي فاتت، وبص ما بفتحوش برضو، وزي الفل، مش متفتحه الزيتونه خالص اهي، وزي الفل وناشفه وفيها قرمشه لحد الان. بقالها سنه عندي اهي بنفس النشافه الجميله من جوه ازاي، لسه فيها قرمشه، طعمها تحفه بصراحه، بس مشطشط شويه يعني. الخيار ده عندي بقاله اكتر من 3 شهور، والخيارية سليمه اهي وزي الفل، مش دايبه ولا حاجه. بصوا اهي وقعت اهي، شايفين؟ سليمه وناشفه، مش طريه ولا حاجه. الليمون ده عندي برضو من السنه اللي فاتت، اللي هو الليمون المعصفر. حبه الشطه والزيتون والجزر دول بيتغمسوا عادي يعني، حاجه كده تحفه جدا. امشي على الطريقه دي هتاكلي احلى زيتون ان شاء الله. شايفين شكله عامل ازاي، اللون والطعم، ولسه مقرمش. الحبايه حبيتها لحد دلوقتي، بقاله اهو اكتر من سنه، عاملاه من السنه اللي فاتت بالظبط في نفس التوقيت ده. عايزاكي تتاكدي ان لما بعمل الفيديو بعمله بثقه وبضمير بامر الله يعني. الحاجه اللي بعملها في بيتي بعرضها لكم على النت. فالزيتون عندي من السنه اللي فاتت تحفه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير.